بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بصراحة أنا في أسعد أيام حياتي الكروية، ودي أسعد لحظات مرت على مش شكرا. ده واحدة من المشجعين معدية بتقول لي بس مش مشكلة مش هبس. دي أسعد لحظات الزملكاوية اللي مرت عليهم في تاريخهم. كون إن إحنا نواجه الأهلي والأهلي يخاف مننا وينسحب عشان حكام أجانب ولا مش حكام أجانب، فدي لحظة من أسعد اللحظات اللي مرت عليا في حياتي كزملكاوي. وبص دلوقتي في وش أي زملكاوي تلاقي الابتسامة العريضة كده بسبب القرار اللي أنا بعتبره، معلش أنا آسف في اللفظ، يعني ده أغبى قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خده في حياته. لو جينا نتكلم فنيا، الاهلي قد الزمالك دلوقتي 100 مره. عندك اشرف بن شرقي، عندك امام عاشور، عندك حسين الشحات، جرانيشار، وسام ابو علي. يعني لو بنتكلم اسماء وفنيا وحاله، الاهلي يكسب الزمالك سكور مستريح 3-4 مرتاح. كمان اللعيب اللي في الزمالك فايق، ناصر منسي اللي جايب 8 اهداف مصاب. يعني لو انا فنيا بتكلم مستحيل انسحب يبقى انا بلعب على الخساره، يبقى انا بضيع الدوري. الا لو كان الهدف غير ان انا اكسب الدوري، هدف ان انا اعمل بلبله وخلاص واثاره وخلاص. ده فنيا، واي حد في مصر فنيا عارف ان الاهلي فرصه اكبر بكتير من الزمالك، خصوصا في الاصابات اللي حصل لنادي الزمالك والغيابات اللي كانت موجوده في المباراه. حتى مصطفى شلبي الجناح اللي كان بيلعب اساسي كان موقوف. يعني الزمالك بيقول لك اتفضل يا اهلي اكسبني، ولكن القرار الغريب طلع ان هو ينسحب. نيجي للنقطة الثانية، التحكيم المصري السنة دي ادى للأهلي حوالي 15-18 نقطة من بداية الدوري. ماتش زد، ماتش المصري، ماتش بيراميدز، ماتشات كتيرة جدا الأهلي كسبها بحكام مصريين. ولا هو الحكم المصري دلوقتي بقى وحش وكخة وما ينفعش؟ والأسبوع اللي فات كنت بتشتكوا من الحكام، ما ينفعش صوتك هيطلع. الزمالك انا عايزاه يطلع، انا عايزاه يطلع عشان تبطل تشتم في الاهلي. واحده من مشجعين النادي الاهلي يا جماعه، طبعا الحرقه وحشه طبعا، ولحد دلوقتي برضه ناس معذوره. شفت الواحده اللي ابنها تايه؟ هو الاهلاوي دلوقتي عامل زي الواحده اللي ابنها تايه، مش عارفين اللعيبه والفريق راح فين يا جماعه. الاهلي راح فين يا جماعه؟ يا جماعه لو حد عرف اجابه سؤال الحلقه دي، الاهلي راح فين؟ راح الفيفا عشان يوقف لكم الدوري. عرفتوا الاهلي فين؟ يا جماعه بغض النظر عن الاجابه اللي انا يعني ايه راح الفيفا يعمل ايه؟ طب بالله عليكم الاهلي هيروح الفيفا يقول لهم ايه؟ يقول لهم اصل مش عايزين يجيبوا لي حكام اجانب؟ عادي، ما انت بتكسب بالتحكيم المصري. ده في يا ابني حاجات في لو راحت للفيفا في التحكيم. يعني اشرف بن شرقي لما داس على رجل الراجل وما انطردش. حسين الشحات لما خد ضربه جزاء من الهوا، ده كان حكم ايه؟ الماني؟ لا والله.